أخدت أكبر صدمة في حياتي لما لقيت حفيدتي واقفة قصادي، واقفة وبتقولي: أنت عايز مننا إيه؟ ما هو اللي بتعمله معانا ده مش طبيعي يا جدو. إحنا خلاص عرفنا حقيقتك وعرفنا غرضك من إن إحنا نفضل عايشين معاك، لكن خلاص بعد اللي عرفناه مستحيل نفضل معاك دقيقة واحدة. وقتها خوفي زاد أكتر، واعترفت لهم بالسر اللي شايله في قلبي بقالي سنين. أنا اسمي عامر، عمري 65 سنة. كنت عايش لوحدي بعد ما حسن ابني اتجوز وسكن بعيد عني واستقل في حياته. كان حسن هو ابني الوحيد اللي عايش في مصر، وليا ولدين تانيين كانوا مسافرين، ويا دوب كنت بشوفهم كل سنة مرة، وده لما بينزلوا أجازات هم وولادهم. لكن حسن كان كل يومين يجيلي يقعد معايا بعد الشغل، وكان بيشوف طلباتي، وبيجي هو ومراته ناهد وولاده كل أسبوع. وفي يوم جاتلي مكالمة قلبت موازين حياتي، مكالمة كسرت ظهري، وهي إن حسن ابني قابل وجه كريم، وده بسبب حادثة عملها بعربيته وهو راجع من الشغل. ساعتها ما بقتش قادر أقف على رجلي، ومش عارف أنطق ولا كلمة. صوت صريخ مراته وقهرتها كان واجع قلبي أكتر وأكتر. وأحفادي، هنا اللي عمرها 12 سنة ورحيم اللي عمره 10 سنين، كانوا فاهمين وواعيين إن خلاص سندهم راح. وجعهم كان وجعني أكتر. كنت شايل خشبته وأنا مش مصدق، بقى معقول يوم يبقى قبل يومه؟ حكمتك يا رب، اللهم لا اعتراض. عدت الأيام وأنا كنت قاعد في بيت حسن ابني، قاعد باخد أعذاب نفسي. وبعد أسبوع قررت إن أرجع بيتي، ونهت مراته قالت لي: يا عمي خليك قاعد معانا، هتروح تعمل إيه لوحدك؟ ساعتها رديت وقلت لها: لا يا بنتي، كفاية عليا قوي كده. المفروض بقى انتم اللي تيجوا تعيشوا معايا وتقفلوا الشقة دي. أظن ما عادش ينفع إنكم تعيشوا لوحدكم من بعد حسن. ردت نهد وقالت لي: أنا آسفة يا عمي، مش هقدر أعمل كده. حضرتك عارف إن مدارس الأولاد والدروس قريبين من البيت هنا، ثم إن الولاد دوشتهم هتتعبك. كفاية قوي إن احنا نيجي كل أسبوع نقعد مع حضرتك زي ما حسن كان بيعمل بالظبط. سكت وروحت بيتي وأنا خايف من اللي جاي. ما هي نهد صغيرة ومستحيل هتعيش لوحدها من غير جواز، أكيد هتتجوز. وعشان كده فضلت أفكر، يا ترى أعمل إيه عشان أحفادي يفضلوا في حضني وما يبعدوش عني أبدا، ولا يربيهم حد غريب. وعشان كده من تاني أسبوع اترجيت نهد إن الولاد يجوا يباتوا معايا من الخميس للسبت، وهي وافقت ورحبت جدا. ولما رحيم وهنا جم للبيت اتفاجئوا من اللي أنا كنت بعمله. لقوني مجهز أوضة ليهم شيك جدا، وغيرت ديكوراتها في أيام معدودة، وده طبعا عشان خاطرهم. ساعتها رحيم بصلي بفرحة وقال لي: إيه ده يا جدو، حضرتك حتى البلايستيشن جبته؟ ساعتها ضحكت وقلت له: وكمان تابلت جديد لهنا. امسكي يا حبيبة جدو، اتبسطوا قوي يا ولاد، أي حاجة عايزينها اعتبروني المصباح السحري وأنا هنفذها في ثانية. ساعتها رحيم رد وقال لي: معقولة يا جدو؟ يعني أي حاجة نطلبها هتنفذها، حتى لو طلبنا أكل من بره؟ مسكت تليفوني وطلبت لهم أحسن وأغلى أكل عايزينه من بره. الولاد كانوا طايرين من الفرحة، وفضلنا سهرانين سوا للصبح. كانوا بيعلموني إزاي ألعب معاهم بالبلايستيشن. حسيت إني بعيد ذكرياتي مع ولادي فيهم، وكنت في قمة سعادتي. ولما جت ناهد عشان تاخدهم، ساعتها الولاد قربوا مني وقالوا لي: هنفضل نعد الأيام لحد ما يجي يوم الخميس يا جدو عشان نيجي ونقعد معاك. فرحت وحضنتهم قوي، واديت له كل واحد مصروفه، وكانت ناهد فرحانة جدا لفرحتنا. وعدت الأيام وجوم الولاد، جم قعدوا معايا، وساعتها قررت إن أفسحهم وخليهم يشوفوا الدنيا، واجيب لهم كل اللي نفسهم فيه. ولما ناهد كلمتني وقالت لي إن رحيم لازم يروح عشان هو متعود إنها تذاكر له، ساعتها قلت لها: ما تشيليش هم أي حاجة، أنا هذاكر له. ناهد ما كانش قدامها غير إنها توافق. ولما رجعنا حاولت على قد ما أقدر إن أذاكر لهم، لكن هي كانت أشطر مني في الموضوع ده.
والأسبوع اللي بعده نهد اعتذرت لي وقالت لي: أنا آسفة يا عمي، أنا هخليهم يجوا لحضرتك يوم الجمعة بس، أصل عندهم مذاكرة كتير وأنا اللي بذاكر لهم. وبعدين أنا أخدت التابلت من هنا، وده طبعا عشان مشغولة بيه جدا، مخليها مش مركزة خالص في مذاكرتها. قلت لها وأنا حزين: اللي تشوفيه يا بنتي، ربنا معاكم. لكن من ناحية تانية كلمت رحيم وقلت له: افضل اتحايل عليها واعندوا وكبروا الموضوع انكم لازم تيجوا تقعدوا معايا. انتوا عارفين يا حبايب انا بحبكم قد ايه. انت عارف انا جبتلك ايه؟ جبتلك الاسكوتر اللي كان نفسك فيه، تعالى بسرعة عشان ننزل نلف بيه حوالين البيت. ساعتها الولد فرح جدا وفضل يعاند مع نهد لحد ما صمموا انهم يجوا، واخدتهم بعد نص الليل وكانت نهد باين عليها الغضب والغيظ، وفضلنا نلعب وأعمل لهم كل اللي نفسهم فيه. كنت بنفذ لهم كل حاجة نهد بتقول عليها لأ. هنا كانت بتاكل كميات شوكولاتة زي ما هي عايزة، ورحيم ركب الاسكوتر ونزل يلعب بيه في الشارع قصاد البيت. كانوا بيفضلوا سهرانين لحد بعد الفجر وبياكلوا أكل الشارع. كل ده كانت ناهد رفضاه، وأنا اللي بعمله بقيت جده الطيب، جده اللي بيعمل كل حاجة حلوة. وناهد هي الأم المتسلطة اللي مش عايزة تشوف ولادها مبسوطين، والولاد فضلوا وجودهم معايا وبقوا مش عايزين مامتهم تيجي تاخدهم أبدا، وبقوا يروحوا بالعافية. وفضلنا على الحال ده لمدة 6 شهور. ولما الولاد خلصوا امتحانات خلتهم يحضروا شنطهم عشان يجوا يعيشوا عندي طول فترة الأجازة. ولما رحت أخدهم ساعتها لقيت ناهد منهارة، ولقيتها بتقولي: حضرتك ليه بتعمل فينا كده؟ ليه بتدمر حياة أحفادك من غير ما تاخد بالك؟ يا عمي الولاد ما بقوش يسمعوا الكلام، وحتى مستواهم الدراسي قل بشكل كبير، وكمان عايز تاخدهم مني في الأجازة؟ ما فكرتش فيا؟ طب أنا هقعد لوحدي؟ مش كفاية إن حسن سابنا، كمان ولادي هيسيبوني وهعيش لوحدي؟ رديت وقلت لها: حسن ده ابني قبل ما يكون جوزك، وفراقه وجعني أكتر منك بكتير، ودول أحفادي ومحدش هيخاف عليهم قدي. هرجوكي سيبيني أشبع منهم اللي باقي من عمري. ناهد سابتني أخد الأولاد ومشينا، وبقيت ألهيهم حتى يكلموا أمهم، وأتعمد أعمل موبايلاتهم صامت عشان ما يردوش عليها لما تتصل. وفي يوم ناهد جت البيت وهي معاها نتائج امتحانات الولاد، ولقيتها بتقولي: اتفضل يا عمي، اتفضل افرح أحفادك اللي طول اليوم لعب ودلع وخروجات. هنا جابت 3 ملاحق، ورحيم هيعيد السنة. خليكم يا ولاد، خليكم مع جدكم، ما هو دايما كده، محدش بيحب اللي عايز مصلحته. تملي الناس تحب اللي يغمي عينيها ويدلعهم وينفذ طلباتهم، حتى لو كانت الطلبات دي غلط وما تنفعش. ومشيت ناهد، وانا فضلت باصص للولاد ومش عارف اعمل ايه. كانوا بيعيطوا وصعبان عليهم انهم سقطوا، لكن انا رديت وقلت لهم: ولا يهمكم يا ولاد، انا هجيب لكم احسن المدرسين. انا مش عارف امكم ليه مش بتحبكم، وليه عايزة تحرمكم انكم تعيشوا سنكم براحتكم. خرجتهم عشان انسيهم الزعل اللي كانوا فيه. وفي يوم مدحت ابني نزل من السفر وجالي على البيت، ولقى هنا ورحيم عندي، وانا حكيت له على كل اللي عملته. مدحت رد وقال لي: بس يا بابا، حق ربنا لازم يتقال. من زمان واحنا عارفين ان مرات ابنك الله يرحمه ام شاطرة وبتحب ولادها ناجحين، وطبعا من حقها انها تزعل ان حضرتك بوظت حياتهم. وبعدين دي امهم يا بابا، واكيد شايفة فين مصلحتهم. قلت له: وانا جدهم ومش هسيبهم، انا بعمل معاهم كل ده عشان لما تفتكر تتجوز ساعتها احفادي يبقوا في حضني انا وما يبعدوش عني. وما تفكرش في يوم من الايام انها تقدر تبعدهم عني. هم دلوقتي في حضني ومش حابين امهم، وانا هفضل وراهم لحد ما ينسوا اسمها، وساعتها هنقلهم لمدرسة هنا جنب البيت، وهي اللي تبقى تيجي تزورهم كل اسبوع. مدحت ابني ما كانش عاجبه كلامي، وغير الموضوع لما لقاني مصمم على موقفي. ولما مدحت مشي
لقيت هنا واقفة قصادي وبتقولي: انت عايز مننا ايه؟ انا سمعت كلامك مع عمو مدحت. يا جدو احنا خلاص عرفنا حقيقتك، وعرفنا غرضك من ان احنا نفضل عايشين معاك، لكن خلاص بعد اللي عرفناه احنا مستحيل نفضل معاك دقيقة واحدة بعد كده. وقتها خوفي زاد، وقلت لهم اقعدوا واهدوا وحاولوا تفهموني. انا ما بقاش قدامي غيركم من بعد ابوكم الله يرحمه. همومكم من زمان وهم مسافرين، ومن زمان وانا عايش لوحدي من بعد وفاة جدتكم. حياتي كانت عبارة عن سكوت، وجيتوا انتوا مليتوا حياتي. ما انكرش اني غلطت لما خدتكم من امكم، لكن هي تقدر تتجوز وتعيش حياتها، واكيد هي هتعمل كده. انما انا مش بقالي غيركم يا ولاد. رد رحيم وقال لي: بس يا جدو ماما عمرها ما حرمتنا منك، حضرتك ليه فكرت بالطريقة دي؟ ما قدرتش ارد، وهنا طلبت مني ان اروحهم لامهم، وانا طبعا نفذت رغبتهم، ورجع بيتي تاني ساكت وممل. ورجعت حسيت بعدم وجود ابني الله يرحمه. لكن بعد اسبوع لقيت ناهد بتخبط عليا ومعاها الولاد، ولقيتها بتقولي: ازيك يا عمي؟ النهارده الجمعة وجينا نقضي معاك اليوم كله. استغربت وما بقتش مصدق نفسي، وقلت لها: معقول يا بنتي؟ ردت وقالت لي: أنا مقدرة اللي حضرتك فيه، بس صدقني أنا مستحيل أبعدهم عنك، ومستحيل أتجوز. أنا عايشة لولادي يا عمي، وأنا جاية لحضرتك وبقولك أهو، تعالى نتفق إن إحنا نربي الولاد أحسن تربية، نربيهم تربية سوية، ونكون سوا ومع بعض. تعالى نتفق إن إحنا ما نختلفش، ونساعد بعض إنهم يبقوا ناجحين. ساعتها وافقتها، وحسيت إني إنسان وحش وما كانش ينفع أقف ضدها أبدا، وإني لازم أقف معاها إن إحنا نربي الولاد بشكل صح. وحتى لو اتجوزت المفروض ما بقاش أناني بالشكل ده، لأني ما شفتش منها غير كل خير، وبقيت أنفذ كل تعليماتها، وبطلت أعمل كل اللي هي منعاهم منه. وحددت يوم واحد تختاره هي عشان أعمل لهم اللي نفسهم فيه، وكانت ناهد ونعمة البنت، مش مرات ابن أبدا. وساعتها عرفت شيء مهم جدا، إن اللي بيحب بجد ما بياخدش حد من حد. الحب الحقيقي هو اللي يجمع، ما يفرقش.